تصاعد الصراع الحالي بين المغرب والجزائر كيدي بنا نحو المجهول. ما بين الجزائر والمغرب حاليا ليست منافسة، هي حرب ينقصها فقط استخدام الأسلحة التقليدية. التصاعد اللي كاين دابا ما هو الا خساره للبلدين، وكيزيد يخسرنا الملايين والملايين ديال الدولارات اكثر من اللي خسرناهم من قبل. فشنو في نظرك غتكون النهايه ديال هذا الصراع اللي دول من جهه اخرى هي اللي مستافده منه اكثر؟ هذا العداء للماضي. أنا لم أعيش حرب الرمال، لم أعيش حتى المسيرة الخضراء، وعندما ألتقي جزائريا يردد سرديات الماضي كنا كنعرفوا وشفنا الخطاب ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس فاش كان بغى يفتح باب الحوار بينه وبين الجزائر لحل هذا النزاع وطي صفحه، لكن الجزائر بطبيعه الحال كيف العاده رفضات وقالت ان هذا المشكل اعمق من ذلك، وان المغرب من شحال هذه هو كيتعدى على الجزائر، وباش يكون تصالح خاص يكون اول حاجه اعتذار رسمي. هادشي سبحان الله كديروا غير معنا حنا، اما فرنسا اللي ما خلات فيها غير اللي نسات ما قدرش كاع تهضر معاها. الجزائر مستعدة لتغفر لفرنسا وما ارتكبته في حق الشعب الجزائري، وليست مستعدة من أجل أن تطوي صفحة الخلافات. واش بصح هاد الصراع الحالي اللي حنا فيه وغادي وكيتصاعد يقدر يدي بينا لشي حرب حقيقيه؟ اولا ماشي المغرب والجزائر هما اللي كيقرروا بوحدهم شنو غيديروا، وانما جهات اخرى هي اللي متحكمه. وايضا غادي نشوفوا شنو هو السبب ديال هذا التصارع الحالي في النفوذ اللي كيديروا المغرب والجزائر مع دول اخرى، وشكون المستفيد الاكبر. مرحبا بكم في هذا الفيديو عند خوكم السائم، وغادي تشوف اخبار حصريه بشكل يومي. لذلك نتساءل اليوم: المغرب والجزائر تفاقم الصراع على النفوذ؟ إلا لاحظتوا معايا هاد الايام الاخيره كاين تنافس كبير بين المغرب والجزائر على شكون غيكسب اكثر النفوذ. على سبيل المثال البرتغال واللي بطبيعه الحال كتأيد الحكم الذاتي للمملكه المغربيه والصحراء المغربيه، من بعد مباشره من الزياره اللي دار المغرب للبرتغال اللي عقد شراكات واتفاقيات في صالح البلدين، واللي كانت مبنيه بطبيعه الحال على اعتراف البرتغال بمغربيه الصحراء. فاللي لاحظنا مباشره من بعد هاد الزياره بشي 10 ايام تبون كيزور البرتغال زياره رسميه. ولم تمض سوى 10 أيام على توقيع تلك الاتفاقيات بين الرباط ولشبونة حتى حطت الطائرة الرئاسية الجزائرية في العاصمة البرتغالية. إلا لاحظتوا معايا كل من الدولتين كتحاول تبني علاقات اللي فيهم مصلحة مع دول أخرى. المغرب وبطبيعة الحال علاقته مع جميع الدول كتكون مبنية على الموقف اللي خداو تجاه مغربية الصحراء. الجزائر كتحاول تبني نفس العلاقات مع نفس الدول اللي المغرب مشى ليهم باش زعما يبدلوا الموقف ديالهم تجاه مغربية الصحراء، وهذا الشيء بالضبط هو اللي شفناه مع البرتغال، اللي الجزائر كتحاول تطمع او تعطي كل ما تقدر عليه البرتغال غير باش تنازل على موقفها تجاه الصحراء المغربيه. واش هذا كله حقد هزا الجزائر على قلبها تجاه المغرب؟ لا لا لا، الجزائر كتقول ان المغرب هو كيشيشوكا بحلقه وقضايا اخرين هما السبب، وكتجبد شي صفحات ديال صراعات ديال الستينات والتسعينات من الحسن الثاني فاش كان باقي حي، وكتقول بانه هادو هما السبب. وهذا الشيء اللي حنا كمغاربه وباقيين صغار ما تزاديناش في هاد الوقيته ديال هاد الصراع، لكن الجزائر عاقله عليه وما بغاش نساه بتاتا. هذا العداء للماضي. أنا لم أعيش حرب الرمال، لم أعيش حتى المسيرة الخضراء، وعندما ألتقي جزائريا يردد سرديات الماضي. واللي غريب في هادشي وباغي يسطيني هو ان فرنسا اللي خلفت الالاف من الشهداء في الجزائر ما كدويش عليهم. ولا حيت الخوف اللي تيدوي. الجزائر مستعدة لتغفر لفرنسا وما ارتكبته في حق الشعب الجزائري، وليست مستعدة من أجل أن تطوي صفحة الخلافات. أول حاجة إلا كنتي مغربي فرق عليا لي كومونتير بالراية المغربية. فإلا لاحظتي معايا صديقي المغربي والجزائري أنه كاين واحد النفاق كبير بزاف بين كيفاش الجزائر كتعامل مع المغرب وكيفاش كتعامل مع فرنسا اللي ما خلات ما دارت فيها. واللي ما بغاش يفهم النظام الجزائري من جهة أخرى هو أن المغرب والصحراء المغربية هما شيئان لا يفترقان، وزائد على ذلك العشرات من الدول اللي اعترفوا بمغربية الصحراء، بحيث المغرب حسم في هذه النقطة وعلاقته مع أي دولة كتكون مبنية على هذا الأساس. العاهل المغربي في خطابه الشهير قال: المنظار الذي نؤسس من خلاله أو ننظر من خلاله إلى علاقاتنا بالدول هو الموقف من قضية الصحراء. وبلا كذوب بعيد الصحراء المغربية ما كيبانش لك بلي كاين بزاف ديال الحسد. الجزائر ديما كتعنى انها صفر ديون والمغرب عنده ديون كثيرة، وانها هي عندها البترول والغاز وزيد من المصادر، وان المغرب ما عنده والو. في حين الا جينا نشوفوا واقعيا غنلقاو ان المغرب هربان في علاقاته وانجازاته افريقيا ودوليا،
واخا بمصادر قليله قدر بالدبلوماسيه ديالو يهرب باميال على الجزائر، وهذا الشيء ماشي انا اللي كنقوله وانما الكل متفق عليه. أن المغرب شريك حقيقي ليس فقط في الناتو للغرب، شريك أيضا في إفريقيا، شريك اقتصادي مهم، وبالتالي يمكن أن نقول بأن المغرب ينافس الدول الأوروبية في القارة الإفريقية وفي أوروبا، بينما الجزائر تشاكس وتعاكس تارة باسم الغاز وتارة دعم الشعوب في تقرير مصيرها. وخصوصا من هادشي كامل اللي شفتي كيجي رئيس الجزائر سيهم عبد المجيد تبون وكيقول لك بان المغرب غير كاين في الرويض. يعني هذا راه رئيس زعما خاص يكون اي كلام كيقولوا خاص يكون موزون ومتقون، وشوف المستوى باش كيدوي. لكن اللي زوين في المغرب وصراحه عجباني هو انه ما تيدويش بزاف وانما كيطبق. اقتصاديا كان الإخوة في الجزائر سياسيون يقولون المغرب يبيع لهم الوهم بنفخ عجلة السيارات. الآن صار المغرب رقم 1 إفريقيا في صناعة السيارات. الجزائر من هادشي كامل كتقلب على شي حاجه اللي هي في الاصل ما عارفاهاش، وكتحاول بكل ما عندها من قوه انها تأذي المغرب ظنا منها انها غادي تربح، وهي فقط كتخسر لا على المستوى الافريقي لا على المستوى الدولي. وهاد الحرب اللي كتحاول الجزائر تشنع على المغرب راه ماشي في يدها بتاتا. تمشي تقنع الامم المتحده او تجرب غير تهضر معاها عاد تقول راه غندير. اللي نتمناو من هادشي كامل هو تعمل هدنه على البلدين حيت راه كنبقاو خاوه، والجزائر خاص بصح تنسى هادشي اللي فات وتخلي المياه ترجع لمجاريها.